ما تقولوليش برك اللي عندهم لي زانيفرسير تاعهم هاد الصيف مع هاد السخانه ما راحش يديروا هاد الباتيسري تاع لا كريم تبرد على القلب وبنتها كي العاده الهبال. السلام عليكم، اللي حبيب يبدل شويه في هاد الصيف وهاد السخانه في لي زانيفرسير تاعو يدير هاد الكيك تاع الايس كريم واحد البنه سهل مهل. الحاجه الاولى نديروها نخدموا لا جينواس تاعنا. حكمت 7 حبات تاع البيض، فصلت الصفر عن البياض، حطيت البياض في هاد البول تاع البيتخا، درت القرصه تاع الملح وبديت نطلع. غير تبدا تشكل الرغوه نبدا نضيف في السكر كريستاليزي اللي كنت درت 210 غرام، نديرو على دفعات كيما شفتوا حتى يطلع لنا مليح هذاك البياض. نجيب صفار البيض كيف ندخلو على دفعات، نديرو على 3 خطرات كيما شفتوا وندخلو غير بالعقل بالفم. بعدها نبدا ندخل في الفرينه كيف على دفعات. عندي 210 غرام تاع الفرينه، درت لهم ملعقه صغيره تاع لافاني، انا عندي لافاني كونسونطري حتى يتجانسوا كامل المكونات. وكي تبداو تضيفوا في الفرينه خلطوا بلا ماغيز. هنا نروح نجيب المول تاعي، درت المول اللي فيه 24 سنتيمتر، حطيت كامل الكميه فيه وندخلوا يطيب على 180 درجه، يدير لكم حوالي 45 دقيقه 50 دقيقه. كي يطيب وتخرجوه خلوه 5 دقائق في المول تاعو، بعدها قلبوه وخلوه يبرد. قسمتها على 3 مرصوات وهاد لاجينواز بزاف ناجحه. راح ندير المونتاج في نفس المول اللي طيبت فيه، اكوتي درت بابي جيتار. هنايا كنت جبت الايس كريم تاعي ولا لا كريم واجد، معناتها شريته من عند محل يعرف يبيع معناتها لا كريم كاليتي تكون شابه، ودرت منه طبقه فوق لاجينواز كيما شفتوا. كنت درت طبقه تاع لاجينواز، بعدها طبقه تاع الايس كريم فاني، وراح ندير طبقه تاع الفوغاج كي العاده تاع فخويه، وهذا تاع الفواكه الحمراء راح يعطينا بنه بزاف. وزيد درت طبقه تاع لاجينواز، ودرت طبقه هاد الخطره تاع ايس كريم الشوكولا. ما تنساوش تشربوا البسكوي تاعكم بالسيرو ولا بالحليب، ولازم تكونوا خفاف في الخدمه. نحطها في الكونجيلاتور واحد 4 سوايع حتى وين تشد روحها، تزينوها كيما تحبوا. هيا لي بينيه 5000 الحبه، وزيد غير بالمعجون. نوضوا دوك ديروها، وعلى بالي لو كان تجربوها ما راحش تبدلوها، يجوا منفخين حميمرين وفارغين لداخل ويجوا شويه ملحمين ماشي دوك اليابسين. السلام عليكم، ودوك بعتوها لداركم باش يديروها وتهبطوا بهم للبحر. ساهلين مهلين وبنتهم كي العاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في ريسيبيون، درت كاس الا ربع تاع حليب دافي، كاس الا ربع تاع ماء دافي، 2 مغارف كبار تاع السكر ومغرف كبيره تاع خميره الخبز. الكاس تاعي يحمل 250 ملل. خلطتهم وخليتهم يتفاعلوا 10 دقائق، بعدها جيت درت عليهم ثلث تاع الكاس زيت مع حبه بيض كامله وزوج صفار بيض. كملت خلطهم ودرت لهم مغرف كبيره تاع الخل، وزدت عليهم نص مغرف كبيره تاع خميره الحلوه، شويه تاع لافاني بود، وزدت عليهم قرصه تاع خلطتهم مليح. وجيت درت عليهم 650 غرام تاع الفرينه. اذا شفتوها باللي نطمت لكم يابسه زيدوا لها شويه تاع الحليب باش تتلق روحها، واذا شفتوها بزاف متلوقه زيدوا لها شويه تاع الفرينه. هاوليك القوام تاعها يجي بزاف خفيف وتلصق شويه. دلكتها وحطيتها في ريسيبيون خليتها تخمر، وخمرت لي تم يا ربي دات لي نص ساعه. ديغازيتها ونقسمها هنا على 2. نفتح الجزء الاول بالفرينه، ما لازمش ديروها خشينه وما لازمش ديروها رقيقه بزاف. شوفوا السمك تاعها كاش يكون، وبهالطريقه نطبعوهم. تحبوهم ديروهم كبار ولا صغار كيما حبيتوا. نحط الحبات في سنيوه يكون فيها هكذا طرشونه، نخليهم واحد 10 دقائق يتنفخوا شويه ونجي نقليهم بهالطريقه. شوفوا بلا ما رميت عليهم زيت بلا والو، تنفخوا ديريكتومون. واللي يحب يرمي عليهم زيت من الفوق عادي، ارموا عليهم حتى وين يتنفخوا لكم. نحوهم ديريكتومون وحطوهم في سنيوه، خلوهم يريحوا يا ربي واحد 2 دقائق 3 دقائق، وجوزوهم ديريكتومون على السكر. شوفوا كش يجوا خفاف لداخل وملحمين شويه. وكي يقولوا لي بيني نقولوا كونفيتور ابريكو تاع عمر. واحد البنه حيعطيهم لهم هذا الكونفيتور اللي بيني، عمروهم وتقدموهم وبصحتكم. ارواحوا نديروا لي ترومبلوي حبه تاع المونغ، وهذه حبه تفاح. السلام عليكم، على بالي هاد الايامات وين ما تدوروا راكم تشوفوا لي ترومبلوي ديغوستاسيون تيك توك انستغرام. اليوم رايحين نديروهم مع باتيس. هي حاجه شويه سهله مهله وشويه واعره. الحاجه الاولى اللي نديروها واكيد بنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها رايحين نخدموا لا غاناج مونتي. شوفوا المقادير بالتفصيل مكتوبين تحت الفيديو. سخنت الحاجه الاولى الكميه الاولى تاع لا كريم لازم تسخن مليح. حكمت الجيلاتين تاعي حطيتها في ماء بارد باش تطلق روحها، ونروح نجيب لي بيستول بلون تاع باتيسي اللي راح يسهلوا لنا عمليه الذوبان ويعطونا نتيجه بزاف هايله. وانا هنا درت 500 غرام تاع لي بيستول بلون تاع باتيسي. حكمت هذيك الجيلاتين عصرتها مليح ودرتها في لا كريم ليكيد سخونه، زدت لها شويه تاع لافاني بودر ونرميها ديريكتومون على هذيك الشوكولا. نخليها حتى وين تذوب مليح معاها، نضربهم شويه بالميكسور ونضيف لا كريم ليكيد الكميه الثانيه اللي لازم تكون بارده. تكون واجده نغلفها اون كونتاكت بابي فيلم ونحطها تبات في الفريجيدر، لازم تبرد لكم. شوفوا الفوغاج تاع التفاح ما يتباعش، انا حنخدمه بالنسبه تاع المونغ جبتو واجد. هنا راح نخدم الحاجه الاولى هي الكومبوت تاع التفاح، وهنايا خدمت الجال تاع التفاح. راني كاتب لكم المقادير تاعهم بالتفصيل تحت الفيديو. الكومبوت اللي فيه الحبات تاع التفاح درتو يطيب فوق النار، وهذا الجل تاع التفاح اللي مخدوم بالجو، فيه السكر فيه لابيكتين ان اش. المهم لو جل لازم يتخدم وحده والكومبوت وحده. ابخي دوك نقول لكم كيفاش نميلونجي. هنايا جبت المول تاع لي ترومبلوي تاع المونغ والفوغاج تاع المونغ اللي قلت لكم جبتو واجد. ندير كميه صغيره فيهم لتحت باش ندير لانساغ تاع الفوغاج وندخلوهم ديريكتومون الكونجيلاتور. بالنسبه للفوغاج تاع البوم كنت خلطت الجل مع التفاح بهذيك الطريقه مع الكومبوت كما قلت لكم. نحطهم في لي مول تاع السيليكون، كل واحد درتو على حساب المول تاعو. المهم ضروري لازم يتجمدوا مليح وتعاودوا تردوهم للكونجيلاتور بعد ما تنحوهم من القوالب. هنا هذا البسكوي راح نخلي لكم الوصفه تاعو مكتوبه تحت الفيديو، حنستخدموا غير الحبه تاع المونغ. شوفوا هنايا لا غاناج تاعي تاع الشوكولا بلون كي شدت روحها مليح كاش ولات. نجي نضربها مليح بالباتور بهالطريقه حتى وين تطلع وتولي لي كريم، ولازم تكون شاده روحها شويه. هنا بالنسبه تاع المونغ خدمتها بهالطريقه، تحطوا كميه وتمشوها مليح في كامل لي كوتي، تزيدوا ديروا كميه صغيره تاع الكريمه وديروا هذاك لانساغ تاع المونغ كيما شفتوا لازم يكون جامد. بعدها نزيدوا ديروا طبقه رقيقه تاع
تاع الكريمه وديروا طبقه من الفوق تاع البسكويت وتغلقوا عليها مليح وتزيروها وتحطوها ديريكتومون في الكونجيلاتور. نفس الطريقه مع تاع التفاح، هذا المول تاع التفاح صراحه ما عجبنيش بزاف، ونغلقوه ديريكتومون بالكريمه، ما نديروش فيه بسكويت، ندخلوهم يتجمدوا مليح، لازم من 2 سوايع حتى 3 سوايع، وتقدروا تخلوهم ليله كامله. نديموليوهم بكل سهوله. بالنسبه للطبقه الخارجيه اللي فيها 250 غرام تاع بور دو كاكاو و250 غرام تاع لي بيستول بلون تاع باتيسي، راح يعطونا لمعه شابه بزاف لي ترومبلوي تاعنا في هذا الكلاص. ندوبهم في حمام مائي، ندير لهم شويه ملون اصفر كي تلحق لا تمبيراتور تاعهم 35 32 باش نقدر نكلاصي بهم. نكلاصي الحبات تاع المونغو هما باردين حتى وين تشد مليح الطبقه الخارجيه كيما شفتوا. بالنسبه للتفاح درت له الملون الاخضر هكذاك باش يولي الكلاصاج خضر. بالنسبه لطريقه التلوين بهذه الطريقه كيما شفتوا بهذه الاله اللي نستخدم فيها، راح نديرها لكم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزين، ما حنعاود لكم كامل الوصفه بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب غانو كويزين، ونفهمكم في هذا الكلاصاج اللي درتو من الفوق اللي يلمع، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وبصحتكم. ياك شملار اركاداش لار كانت 12 تاع الليل وكنا حابين ناكلوا الكنافه التركيه، وصافي شحال اختي تقول لي هاي نروحوا ناكلوها برا، قلت لها يما جيبي الباكي تاع الكنافه والمول ونروحوا نديروها. سهله مهله وبنتها كي العاده لهبات الدنيا. الحاجه الاولى اللي نخدموا شربات تاعنا في كاسرونه، درت 2 كيسان تاع السكر ولا 2 كيلات، وزدت معاهم 2 كيلات تاع كاس الا ربع تاع الماء مع 10 قارص، نحركهم حتى وين يذوب هذاك السكر ونحطها فوق النار، غير تبدا تغلي نحسبوا لها 15 دقيقه ونطفوا عليها. افضل نوع كنافه ولا قطايف لو مارشي اللي ننصحكم تستخدموه، هذه تاع دواك، شوفوا في الصالي ولا السكري، استخدموها في اي حاجه راح تعطيكم نتيجه رائعه. كيما شفتوا ديت واحد 300 غرام منها وقسمتها بهذيك الطريقه، لازم تكون مقطعه في الرقيق. هنا حكمت نص كاس تاع السمن اللي كنت ذوبته، وزدت عليه 3 مغارف كبار من هذيك الشربات اللي كنا طيبناها، وهاد 3 مغارف حيعطونا نتيجه رائعه وتحميره بزاف شابه للكنافه تاعنا. نروحوا نهضروا على الجبن. هنا عندي 2 انواع تاع موتزاريلا، واحد لوكال واحد تاع لامبورطاسيون. تاع لامبورطاسيون كان بزاف مالح ولوكال كان معتدل، لازم تقطعوهم وتفتتوهم بهذيك الطريقه، وراح نزيد نخلي لكم ملاحظه مكتوبه تحت الفيديو. نحكم لي بلا هادو تاع الكنافه نستخدم هادو تاع النحاس يجوا ثقال ويخرجوا لكم تحميره بزاف شابه، مي اذا كانوا متوفرين عندكم الاخرين عادي. ندهنوهم بالسمن، نديروا الطبقه الاولى تاع الكنافه نضغطوا مليح، نزيدوا طبقه تاع الجبن ونزيدوا نغلقوها بالكنافه ونضغطوا عليها مليح مليح، نطيبوها على نار تكون قليله مع التحريك المستمر بهذه الطريقه. لازم تقعدوا غير تدوروا فيها حتى وين تشوفوا الحبه خلاص لي كوتي تاعها تحمروا وتشوفوها طارت من لي كوتي. هنا تقلبوها، تنحوا المول، تعاودوا تردوه فوق النار وتحطوا الحبه تاعكم، تزيدوا تخلوها تحمر شويه حتى 3 دقائق، وتحطوا عليها هذيك الشربات الثقيله اللي لازم تكون بارده، تخلوها تغلي ب 10 سكوند هكذا وتنحوها وتقدموها مع شويه بيستاشيو ولا تاي، وبصحتكم ولا افيا تولسون. على بالي كامل راكم تسناو فيها كيكه العسل الروسيه ولا غاتو روس، بنتها ادمان وتعتبر من ابن الكيكات في العالم. السلام عليكم، واللي مازال ما سياها راهو يراطي، لازم تجربوها ولا تبعتوها لكاش واحد يديرها لكم، سهله مهله وبنتها كي العاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في كاسرونه، درت 200 غرام تاع الزبده مع 170 غرام تاع السكر العادي و170 غرام تاع العسل، وكي نقولوا العسل نقولوا عسيله المرجان اللي هي اهم مكون في هذه الوصفه. نحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين يذوبوا يتمازجوا مليح. بالنسبه للمقادير بالكاس تلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو، وغير يبدا يغلي المزيج ندير عليه مغرف صغيره ونص تاع بيكربونات، ونكمل نخلط مع التحريك المستمر فوق النار حتى نحصل على هذا اللون الشباب، ما تخلوش يتحرق برك. لازم تخلوا هذا المزيج يبرد مليح باش نجيبوا 4 حبات تاع البيض ندخلوهم على دفعات مع التحريك المستمر بهذه الطريقه. زدت لهم 2 باكيات تاع لافاني تاع المرجان، ونلم بالفرينه حتى نحصلوا على العجينه تكون طريه تلقى روحها بهذه الطريقه، ما تنشفوهاش بالكو. نغلفها مليح ونحطها في الفريجيدار تريح نص ساعه باش نقدر نستخدمها. بالنسبه للكريمه في كاسرونه درت الحليب مع مايزينه المرجان والسكر، نخلطوهم ونحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد لي. نغلفها ونخليها تبرد مليح. لاباط بعد ما تبرد نقسمها على 10 وهي حتخرج لنا اكثر من 10 حبات. المهم نبداو نفتحوا الكرات على دي بابي كويس، ولازم تفتحوهم بزاف رقاق بزاف. نثقبوا الحبات بالفرشيطه نحطوهم في صينيه وندخلوهم يطيبوا على 180 درجه يا ربي 3 دقائق 4 دقائق وتكون طاب. وكملوا الحبات الاخرين كامل بنفس الطريقه. بالنسبه للكريمه اللي خليناها تبرد ضربتها مليح بالبيتران، ضفت عليها لا شونتيي ومغرف كبيره تاع معجون لابريكو، ونبداو نديروا طبقه بطبقه، والطبقه تاع الكريمه لازم تكون رقيقه ومره على مره نضغطوا عليها. هذوك لي شوت تاع البسكوي لازم طيبوهم مليح وترحوهم. الكيكه غلفوها بالكريمه وخلوها في الفريجيدار او 6 سوايع، ورشوها بالبسكوي اللي رحيتوه بصحتكم.